هل تساءلت يوما لماذا ننسى بسرعة؟ لماذا نحفظ شيئا وبعد يومين يختفي من ذاكرتنا؟ في هذا الفيديو سنكشف معا أسرار تقوية الذاكرة والتغلب على النسيان. استعد لتغيير طريقة تفكيرك حول الحفظ والتذكر واكتشاف خطوات عملية ستجعل دماغك أكثر قوة وفعالية. دعنا نبدأ رحلتنا نحو ذاكرة لا تنسى. ليه بننسى بسرعة؟ وليه بنحفظ الحاجة وبعد يومين تختفي من دماغنا؟ الحقيقة إن المشكلة مش في دماغك، المشكلة في الطريقة اللي بتتعامل بيها مع المعلومة. كثير من الناس يعتقدون أن ذاكرتهم ضعيفة، لكن السر يكمن في الأسلوب وليس في القدرات. دعونا نكتشف كيف نغير هذا الأسلوب. أول قاعدة علشان تحفظ ومتنسايش هي إنك تفهم الأول قبل ما تحفظ. الفهم بيثبت المعلومة زي الإسمنت، والحفظ بيكون مجرد ترتيب. عندما تفهم المعلومة يصبح من السهل استدعاؤها لاحقا، لأنك ربطتها بمعنى وليس فقط بكلمات عابرة. عندما تفهم ما تتعلمه يصبح عقلك أكثر قدرة على الاحتفاظ بالمعلومات. الفهم هو الأساس الذي يبنى عليه الحفظ. تخيل أنك تبني بيتا، الفهم هو الأساس المتين، أما الحفظ فهو الجدران التي تقام فوقه. بدون أساس قوي ينهار كل شيء بسهولة. تاني حاجة، لازم تستخدم تقنية التكرار المتباعد، يعني تراجع المعلومة بعد ساعة وبعد يوم وبعد أسبوع، وصدقني هتثبت في دماغك زي اسمك. هذه التقنية تعتمد على مراجعة المعلومات على فترات متباعدة، مما يساعد على نقلها من الذاكرة قصيرة المدى إلى الذاكرة طويلة المدى. عندما تراجع المعلومات على فترات متباعدة تعطي عقلك فرصة لإعادة تثبيت المعلومة في كل مرة. هذا الأسلوب فعال جدا في تقوية الذاكرة ويمنع النسيان السريع. جرب أن تضع جدولا لمراجعة المعلومات وستلاحظ الفرق بنفسك. ثالث حاجة، أربط المعلومة بصورة أو قصة. المخ يحب الخيال أكثر من الكلام العادي. عندما تربط المعلومات بصور أو قصص يصبح من السهل تذكرها، لأن العقل يتفاعل مع الصور والخيال بشكل أقوى من الكلمات المجردة. العقل البشري يعشق الصور والقصص. عندما تحول المعلومة إلى صورة ذهنية أو قصة قصيرة تزداد فرص تذكرها بشكل كبير. جرب أن تتخيل المعلومة كأنها مشهد في فيلم أو لوحة فنية، وستجد نفسك تتذكرها بسهولة. ورابع سر من أسرار الذاكرة القوية، إنك تنام كويس وتأكل أكل صحي، لأن المخ مش هيشتغل وهو تعبان. النوم الجيد يساعد على تثبيت المعلومات في الذاكرة ويمنح العقل فرصة للراحة وإعادة التنظيم. الغذاء الصحي له دور كبير في تقوية الذاكرة. تناول الفواكه، الخضروات، والمكسرات يمد المخ بالعناصر الغذائية اللازمة للعمل بكفاءة. تجنب الأطعمة الدسمة والمشروبات الغازية، وركزوا على الماء والطعام الطازج. التركيز أثناء التعلم هو مفتاح التذكر الجيد. حاول أن تبتعد عن المشتتات أثناء الدراسة، وخصص وقتا محددا للمذاكرة في مكان هادئ. كلما زاد تركيزك زادت قوة ذاكرتك. تنظيم وقتك يساعدك على مراجعة المعلومات بانتظام. ضع جدولا يوميا للمذاكرة والمراجعة، ولا تترك الأمور للصدفة. التنظيم يجعل عملية الحفظ أسهل وأكثر فعالية. اختر مكانا هادئا ومريحا للدراسة. الإضاءة الجيدة والتهوية المناسبة تساعد عقلك على التركيز. حاول أن تبتعد عن الهاتف والتلفاز أثناء المذاكرة. ممارسة الرياضة بانتظام تحسن من تدفق الدم إلى المخ، مما يعزز من قدرته على الحفظ والتذكر. حتى المشي اليومي البسيط له تأثير إيجابي على الذاكرة. التوتر والقلق
يؤثران سلباً على الذاكرة. حاول أن تمارس تمارين الاسترخاء والتنفس العميق، وخصص وقتاً للراحة والاستجمام. العقل الهادئ يتذكر أفضل. الخرائط الذهنية تساعدك على تنظيم المعلومات وربطها ببعضها البعض. استخدم الألوان والرسومات لتسهيل عملية التذكر، وجعل المذاكرة أكثر متعة. شاركوا في النقاشات، أسألوا الأسئلة، وعلموا الآخرين ما تعلمته. التعلم النشط يعزز من تثبيت المعلومات في الذاكرة، ويجعلها أكثر رسوخاً. كتابة الملاحظات أثناء الدراسة تساعدك على مراجعة المعلومات بسرعة لاحقاً. استخدم دفتراً خاصاً أو تطبيقات رقمية لتدوين الأفكار والنقاط المهمة. ضع لنفسك أهدافاً صغيرة واحتفل بتحقيقها. التحفيز الذاتي يمنحك الطاقة للاستمرار، ويجعل عملية الحفظ أكثر متعة وفاعلية. تذكر دائماً: الفهم أولاً، التكرار المتباعد، الربط بالصور والقصص، النوم الجيد، التغذية الصحية، التركيز، التنظيم، والابتعاد عن التوتر. هذه هي أسرار الذاكرة القوية التي ستساعدك على التغلب على النسيان. ركزوا معايا للفيديو للنهاية، وهخليك تحول دماغك لآلة حفظ احترافية. تذكر أن كل خطوة صغيرة تقوم بها اليوم ستصنع فارقاً كبيراً في مستقبلك. ابدأ الآن، وكن واثقاً أن ذاكرتك ستصبح أقوى يوماً بعد يوم.